السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الاحلى واحلى. قررت النهاردة اعمل للاولاد حاجة كده حلوة وفي نفس الوقت باردة وما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود كمان ولا غير تكلفة. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه. عبارة عن 3 كوبايات من الحليب، عليهم 4 معالق من السكر او 5 معالق من السكر، والسكر ده حسب الرغبه. حطينا كمان 4 معالق كده من الكستر، لو مش متوفر عندك الكستر هنحطه مكانها نشا، مفيش اي مشكله. وهنحط عليها ظرف من الفانيليا لو نشا. طيب عشان انا عندي الكستر ما حطيتش نشا، ما حطيتش سوري فانيليا، عشان النشا الكستر فيه من الفانيليا، انا جايباه بطعم الفانيليا يعني ما حطيتش فانيليا. لو انت هتحطي عندك نشا هتحطي ظرف من الفانيليا. هنقلب كويس جدا على البارد، وبعد كده هنرفعه على النار. هنقلب كويس جدا لغايه لما تستوي معايا. تعرفيها ازاي استوت؟ لما تلاقيها بتعمل معاكي فرقعات كده وبلالين كده، تعرفي المهلبيه عندي استوت. هتجيبي اي نوع بسكوت انت بتفضلي بالشوكولاته، هنبدا نرصوه او تكسريه. انا هنا رصيته بصراحه، وبعد كده رجعت كسرته، حسيته شكله مش لطيف، وفي نفس الوقت لقيته بيتزحلق من الكاسات كده عندي، البولات كده، وبيبدا ايه بيطلعوا فوق بعض. ما حبيتش كده خالص، حبيت اكسره تلاقيها ايه يعني مالي في الطبق كده كويس. هنا بقى عندك موز، فراوله، اي نوع فاكهه حابه تحطيها في عندك في الطبقات دي، ما فيش مشكله. خلاص كده هنا ببدا اكسر البسكوت. طبعا هنا بقول لك ايه نوع بسكوت ساده، حابه تحطي كمان بسكوت بالفانيليا ما فيش اي مشكله، بس انا بصراحه حبيت هنا شكل يعني ايه الفانيليا مع الكاستر ومع الشوكولاته بقى طعمه حلو قوي غير اللي هو البسكوت الساده. طبعا هنا خلاص كده ببدا ارص عندي هنا في الكاسات، وهبدا ايه هنحطه عندي هنا. هنشوفوا بقى الكاستر عندي بيبدا يغلي ازاي، وبعد ما يغلي كده تروحي حاطه عليها مكعب كده من الزبده، ونقلب هنا باستمرار عشان بس ما يكلكعش معاكي. مش عايزين نوصل لمرحله اللي هو اللي بيكلكع معاكي كده ويبقى شكله مش لطيف وفي نفس الوقت يبقى طعمه مش حلو. خلاص كده هنا ببدا قلبت كده، وبعد كده هنجيبه بقى هو سخن كده على طول مباشره، وتروحي حطاه عندك على البسكوت على طول. طبعا احنا البسكوت هنا ما حطيناهوش حليب خالص ولا بليناه بحليب ولا اي حاجه، البسكوت عندي مقرمشه، وفي نفس الوقت حاطين عليها الكاستر على طول. الكاستر هنا بيدي معايا طراوه في البسكوت، وتحسي البسكوته انت حاطه لها عندك حليب، واحنا ما حطيناش خالص. طبعا هنا ببدا ايه اسقط عندي البسكوت لتحت كده عشان هو بيبدا يطلع لفوق. ببدا ايه بطلعه عندي، بنزله سوري عندي لتحت كده عشان يشرب كده من الكاستر عندي، ويبقى بألف هنا وشفا. هنا طبعا بعد ما سبته يبرد ورحت حطيته عندي في التلاجة يسقع معايا شويه كده، او حبه تاكليه بارد كده تسيبيه من بره. هو عامه الجو ساقع يعني ما كملش معايا 5 دقايق كده لقيته ايه اتجمد كده في بعضه. احنا بصراحه حبيته، ولا خليته ساقع قوي ولا بارد قوي. عايزه اقول لكم الاولاد ما كانش عندهم صبر، يعني حاجه كده اللهم بارك. زي انتوا عندي هنا بفراوله كده، لو عندك كريز او تحطي اي حاجه مكسرات عندك من فوق كده بتدي شكل لطيف، وفي نفس الوقت الاولاد بتحب التشكيل. خلاص كده خلصنا الحلاوه دي كلها ب3 كوبايات بس من الحليب، وعملنا الكميه دي كلها، عملنا 6 كده بولات جمال، والطبق كده مشبع كده وطعمه حلو قوي. شايفين بقى الجمال والحلاوه، حاجه كده اللهم بارك وبتتكلم عن نفسها. ايه رايكم؟ لو عجبتكم بقى ما تنسوناش بقى بلايك من ايديكم الحلوه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. شايفين بقى المهلبيه عامله ازاي مع البسكوت؟ طعمها بجد خطيره جدا، وفي نفس الوقت ما خدتش معايا وقت ولا مجهود كمان في الجو الساقع اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت سلينا اولادنا. طبعا انتوا عارفين الشتاء يعني تسالي، لازم نجيب الطبق الجميل ده من المهلبيه او اي نوع حاجه كده سخنه او تسالي بتجيبيها، والاولاد بتفرح بالحاجات دي البسيطه دي. لو عجبكم حطوا لايك، والسلام.